بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في فيديو جديد. بيهم نسبة كبيرة من أولياء الأمور اللي بيدوروا على أولادهم فرصة تعليم جيدة في مدارس جديدة بتتعمل في مصر أو اتعملت فعلا. الخبر كان نازل في جريدة الأهرام العريقة بتاريخ 13/5/2025، والخبر كان بيقول بدء التقديم لمدة شهر ب69 مدرسة مصرية يابانية. كتبت الأستاذة نيفين شحاتة بتقول في الخبر: أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية المرحلة الثانية للعام الدراسي 2025-2026 في 11 مدرسة جديدة. يعني أصلا كان موجود المدارس اليابانية قبل كده من حوالي 5 6 سنين تقريبا، ودلوقتي في 11 مدرسة جديدة بتدخل الخدمة. في 11 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من شهر سبتمبر المقبل، ليرتفع إجمالي عدد تلك المدارس إلى 69 مدرسة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة التقديم في عدد من المدارس القائمة التي لا تزال تضم أماكن شاغرة، وذلك في إطار النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية ضمن الرؤية الشاملة للدولة لتطوير منظومة التعليم في مصر. ونوهت الوزارة إلى أن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة، يعني المدارس القائمة بالفعل الموجودة في المحافظات موجودة فعلا، تمام. والمدارس الجديدة اللي هي اتعملت في تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح في الشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة في مدارس بدر ومدرسة العباسية ومدرسة السيدة زينب ومدرسة القصر العيني ومدرسة روض الفرج ومدرسة غمرة ومدرسة الزيتون 2. وفي كمان مدرسة في التجمع، وفي مدرسة في الكارما سيتي اسمها الكارما سيتي. وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز. ده كان الخبر اللي هو كان نازل في جريدة الأهرام. احنا طبعا أي حاجة بنلاقيها مفيدة بالنسبة لحضراتكم بننزلها على طول. يا ريت انتوا كمان تساعدونا ان احنا ننتشر او نوصل لكل الناس بعمل شير للفيديو، لان طبعا في ناس كتيرة في اماكن كتيرة ما بتشوفش الاخبار اللي زي كده. فانت يا ريت تساعدنا ان احنا نوصل للناس دي بعمل شير للفيديو. ويا ريت لو انت لسه مش مشترك معانا في القناة، يا ريت تشترك وتفعل الجرس وتدوس لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. بنشكركم طبعا على تواجدكم معانا على القناة، وانتوا اللي بتساعدونا ان احنا نوصل للناس. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.